السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نشوفوا اليوم كيكة ريد فيلفل. نبداو بلا كريم غاناش مونتي. عندي 250 غرام من الشوكولا بيضاء، عندي بعد ما ذوبتها. عندي هنايا 450 مليلتر من الكريمة السائلة. أضفت كمية اللي هي بحاس نص ساخنة والكمية الأخرى باردة. عندي هنا لا ماسكربون 250 غرام. ضربتهم كامل بعضهم وحطيتهم في الثلاجة. بالنسبة للبسكوي عندي 3 بيض نضربهم مع 120 سكر غرام من السكر، مع ساشي فانيلا وقرص ملح. بعد ما نتحصل على الخليط هذا نبدا نضيف في الزيت اللي هي 140 مليلتر. هنا راح نضيف كذلك 110 غرام من الياغورت، تقدروا تستغنوا عليه. انا الدكتور راح يضيف قطعه للبسكويت. نضربوا الكل مع بعض طبعا، وراح نضيف 15 غرام من الكاكاو مع 2 كيس من خميرة الحلوى. نضربهم مع بعضهم. وطبعا هنا راح نضيف 50 مليلتر من الحليب مع نقطتين من الكولورون روج احمر. ونحط طبعا الفرينة الدقيق الابيض. انا ضفت مقياس 140 غرام من الدقيق. وهنا بعد ما طابت حطيتها في الفرن على 180 درجة لمدة 15 دقيقة. نحط لها السيرو ونحطها لا كريم اللي درتها اللي خدمتها. وهنا راح شاك فوا نغلف بهذيك الطبقة اللي بعد ما قطعتها، نحط السيرو من بعد لا كريم اللي خدمتها ومن بعد الطبقة، ومن بعد نغلفها بهذيك لا كريم اللي خدمناها. والتزيين نرجع لكم وهذه هي النتيجة. نتمنى تكون عجبتكم. دمتم في رعاية الله. وشوفوا هنايا بعد ما كلاوها كاملة ما بقى والو. شوفوا كيفاه جات ما شاء الله. نقول لكم السلام عليكم، صلوا على رسول الله.